السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. في يوم من الأيام كان في إمبراطورية عظيمة اسمها الصين، وكان فيها كل حاجة، شاي وحرير وبهارات، وفوق كل ده كبرياء بحجم سرعة العظيم. لكن اللي ما كانوش يعرفوه إن الكبرياء لوحده مش هيحميهم من مخدر اسمه الأفيون. القصة بتبدأ في القرن ال18 الميلادي، وقت ما كانت بريطانيا بتحكم العالم. بس كانت عندهم مشكلة صغيرة، وهي انهم مدمنين يا محمد. بانجو يا حبيبي، هما كانوا مدمنين شاي. شاي، مستغرب ليه؟ المهم الصين كان عندهم شاي وبس، ومش عايزة حاجة تانية من بريطانيا. فبريطانيا بتقول نشتري الشاي منهم، وهم مش عايزين يشتروا مننا حاجة. طيب ما نديهم حاجة تخليهم هم اللي يجوا علينا. الانجليز قالوا هنبيع للصين افيون كتجربة اجتماعية بس بربح كبير، والمكان المثالي الهند اللي كانت وقتها تحت حكم بريطانيا. الصينيين يا صديقي وصديقتي الاعزاء اول ما شافوا الافيون قالوا ايه ده؟ بس بعد اول نفس اتجننوا وبدأوا ياخدوا منه باعداد مهولة، وفضلوا على هذا الحال لغاية ما ادمنوه. الافيون انتشر في كل مكان في الصين، من الجنود للفلاحين، من الوزراء للغلابة. حرفيا كان كله بيلف اللفة وبيشرب وبتتكيف. الصين حرفيا كان بتكح من كتر الإدمان. الإمبراطور الصيني ساعتها واللي كان اسمه داو كوانج أخيرا فهم إن البلد بتضيع. راح الشجاعة خدته وقال لك كفاية بقى، إحنا هنمنع تجارة الأفيون تماما. بعد جنرال اسمه لين تسي شو عمل حركة جريئة جدا، وهو إنه رمى آلاف الأطنان من الأفيون في البحر. راحت بريطانيا لما عرفت اللي حصل اتعصبت جدا وقالت ازاي ترموا البضاعة بتاعتنا دي فلوسنا، وهوب اعلنوا الحرب على الصين سنة 1839. ودي كانت بداية حرب الافيون الاولى. تخيل كده يبقى اسطول بريطانيا العظمى بيحارب ناس لابسين روب وماسكين في ايديهم عصيان خشب، ومفيش مقارنة خالص. عامل كده اكنك بتتفرج على ماتش على تلفزيون 39 بوصة، وبعدين يحطوك قدام تلفزيون 50 بوصة. انت كده مش بتتفرج على الماتش، انت اوريدي بتلعب الماتش. الصين يا صديقي ما خدتش في ايد بريطانيا غلبة، خسرت في الحرب بسرعة جدا، وبريطانيا فرضت عليهم اتفاقية ذل اسمها معاهدة نانكينج سنة 1842. والمعاهدة شملت ايه بقى؟ فتح موانئ الصين للتجارة البريطانية، وتسليم هونج كونج، وتعويض مالي لبريطانيا على الافيون اللي اترمى في البحر. بعد كام سنة الصين قالت مش كفاية بقى نمنع الافيون، بريطانيا قالت لا ما خلصناش. وهنا برضه حصلت حرب الافيون الثانية سنة 1856، بس المرة دي فرنسا اتحشرت في الحرب، وفي الاخر برضو خسرت الصين. مش عارف كان ايه لازمتها يا حزين تخش تاني حرب قدام بريطانيا العظيم. الله عليا الله. برضو بعد الحرب عملوا اتفاقية مذلة، بس المرة دي زودوا فيها الشروط. يعني بدل ما كان الصين بتبيع الشاي لبريطانيا، بقت بريطانيا بتبيع لهم الإدمان. اللي حصل يا صديقي وصديقتي الأعزاء في الصين كان يستحق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم مأساوي. الأفيون دخل بلد عظيمة، قسمها ودمرها، وخلى حضارة عمرها آلاف السنين تقع وتنهار في فخ مدبر من بريطانيا. يعني ممكن تقول ان الافيون ده مش بس مخدر، لا ده كمان سلاح دمار. في النهاية يا صديقي الصين استسلمت بعد ما الاسطول البريطاني وصل نهر اليانجستي وهدد قلب الصين، وكمان وقعوا المعاهدة غصب عنهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة الإمبراطورية. وكمان بريطانيا حصلت على هونج كونج رسميا، والصين فتحت أبوابها للتجارة البريطانية واتفرض عليها تعويضات مهينة ماليا وسياسيا على الصين. وبدأ من ساعتها عصر النفوذ الأجنبي في الصين. انت دلوقتي يا صديقي ممكن تسأل وتقول طب يا عم احنا مالنا بالكلام ده؟ أقول لك لا يا صديقي، دي قصة بتتكرر طول الوقت. يبقى دولة ضعيفة اقتصاديا أو دولة نامية تتخدر حرفيا أو مجازيا، بتتدهور الأحوال داخل الدولة، فبتستغل الدول المتقدمة الموضوع ده، زي ما حصل كده في حرب الأفيون زي ما قلت لك. في وقت ما كان الأفيون هو السلاح، النهارده ممكن يبقى الدين أو فرض السيطرة أو التكنولوجيا أو حتى منصات التواصل الاجتماعي. فلما تشوف بلد بتقع افتكر إن دي بداية النهاية. بس يا صديقي ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، وتنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنوا ان شاء الله الحلقات الجايه. بس يا صديقي سلام.